إن شاء الله. اسمح لي أذهب للأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير استاد الدوحة من العاصمة القطرية الدوحة. أستاذ ماجد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير أخوي. نعم أستاذ ماجد، سعيدين بتواجدك معنا على شاشة قناة اليمن الفضائية عبر برنامج استاد الجماهير للحديث عن ما قدمته قطر حتى اليوم في اليوم الرابع من انطلاق مونديال العرب، وما تقدمه يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى من نماذج إيجابية للأصالة والتراث والثقافة العربية والإسلامية، وأيضا ما ظهر جليا من خلال حفل الافتتاح الذي أبهر الجميع. بداية أشكركم على الاستضافة وسعيد بالتواجد معكم على شاشتكم الكريمة. حقيقة حتى الآن الأمور جدا ناجحة بما تم التخطيط له من قبل المسؤولين في قطر في استضافة كأس العالم من الناحية التنظيمية والإدارية، علاوة على الحضور المتميز من قبل الجماهير. حتى الآن بنتكلم من رابع يوم وصل عدد الحضور حتى الآن، هناك إحصائية تقول انهم 400,080 متفرج حتى الان حضر المباراه. نعم. علاوه على مستوى المباريات كان عالي جدا، وشفنا امس مفاجاه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه بفوزها على الارجنتين في مفاجاه مدويه في كاس العالم، ومبارك لهم ايضا في هذا الفوز الكبير والمستحق. وايضا هناك مفاجاه اليوم بعد فوز اليابان على المانيا 2-1 بعد ما كانوا متاخرين 1-0. صحيح. وهذه المفاجاه الثانيه. اذا البطولة بدأت يعني تحلو وتكون جميلة، والفرق واضح أن حضورها متميز في هذه البطولة، ومؤشرات كلها يعني إيجابية حقيقة. نعم. طيب أستاذ ماجد، يعني قطر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة وبالعمل الجاد والمثمر من قبل الجميع استطاعت أن تقدم هذا النموذج الإيجابي للدول العربية الرائدة فيما قدمته حتى هذه اللحظة. ماذا عن المنتخب القطري أيضا الذي ترغب الجماهير العربية أن يرافق المنتخبات العربية في تقديم صورة أيضا جميلة لمونديال العرب؟ شوف، احنا بداية لا نريد أن نحمل المنتخب القطري فوق طاقته. حقيقة الفريق نعم. لأول مرة يشارك في بطولة كأس العالم، عكس باقي الفرق اللي لها مشاركات عديدة ومتنوعة وخبرات متراكمة كبيرة. المنتخب القطري أول مرة يخوض كأس العالم، رغم أن كنا احنا نطمح في حقيقة على الأقل أنه يقدم مباراة ومستوى ونتيجة مع الإكوادور، إلا أنه خيب الأمال. حقيقة ممكن رهبة المشاركة لأول مرة في كأس العالم جعل الفريق يعني لم يظهر بمستوى المعهود، كان بالإمكان أفضل مما كان على الأقل في المباراة الأولى. صحيح. ولكن في المجموعة مجموعة صعبة حقيقة. نتكلم عن هولندا، السنغال، الآن المرشح الأقوى في أوروبا بعد المستويات المتميزة يقدم منها هولندا في آخر السنوات مع فنغال، والسنغال. كل فرق أوروبا تخشاها، كل فرق أوروبا قبل القرعة تتمنى أن السنغال ما تأتي معها في المجموعة، لأنها نعم. فريق من أفضل لاعبين العالم في الدوريات الأوروبية. نتكلم عن يعني ماني استبعد للإصابة الله يشفيه، لكن هناك كوليبالي أفضل مدافع، مندي أفضل حارس، علاوة على التسع نجوم كلهم في دوريات إنجلترا وأسبانيا. نعم. فأعتقد حظوظ المنتخب في هذه المجموعة الأولى صعب جدا بمكان. نتمنى على الأقل الفريق يعني يلعب بمستوى جيد في باقي المباريات، أقصد السنغال بكرة وهولندا المباراة القادمة. نعم. بالنسبة لبقية المنتخبات العربية، تونس، الدنمارك، السعودية، المغرب، تونس والمغرب والسعودية لهم حظوظ حقيقة. نعم. السعودية حصلت على 3 نقاط، المغرب اليوم تعادلت مع كرواتيا في أعتقد أيضا نتيجة جيدة. نتكلم عن كرواتيا ثاني كأس العالم في النسخة الماضية 2018، فريق عناصر محترفين أبرزهم مودريتش، ومع ذلك كانوا لهم ند وقدموا مباراة جيدة وخرجوا بتعادل. فالآن يعني حظوظهم كبيرة إنهم يتأهلون. كذلك السعودية الآن بقي لها بولندا والمكسيك، ثم أنهم فازوا على الأرجنتين، فسقف الطموح للسعودية أيضا كبر، وإحنا أيضا كجماهير أحلامنا كبرت مع الفريق السعودي في مجموعته. التوانسة أيضا أمس قدموا مباراة جميلة مع الدنمارك من الفرق الأوروبية المميزة، يسمى دائما الحصان الأسود في أوروبا. صحيح. إلا أن التوانسة قدموا مباراة جيدة. إذا الفرق العربية الثلاثة اللي ذكرتم لك عندهم حظوظ قوية
إذا استمروا بنفس الأداء والرتم والطموح. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير استاد الدوحة، حدثنا من العاصمة القطرية الدوحة.